حبايبي سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في اللغة العربية الترم الثاني من صفحة 178 وحتى صفحة 180 بعنوان الأساليب والتراكيب المفرد والمثنى والجمع. خليكم معايا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش لايك للفيديو. لو أول مرة بتشوف قناتي وعجبتك القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. نشاط رقم 1. أنا عندي يا حلوين هنعرف يعني إيه مفرد ومثنى وجمع. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة. عندنا في القاعدة المفرد يعني حاجة واحدة، مثل رجل وبرتقالة، سواء بقى مذكر أو مؤنث، بس بتكون واحد أو واحدة. تمام. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين. المثنى حاجة بتدل على اتنين أو اثنتين. اتنين ده مذكر واثنتين مؤنثة. تمام. عندنا رجلان، برتقالتان. تمام. يعني لما يجي يقولك استخرج مثنى يعني عايز منك حاجة بتدل على اثنين او اثنتين. تمام. الجمع احنا قلنا المفرد واحد او واحدة، الجمع اتنين. المفرد واحد او واحدة ما دل على واحد او واحدة، المثنى ما دل على اثنين او اثنتين. يبقى الجمع ايه بقى؟ الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني من ثلاثة وأكتر، ده بنقول عليه جمع. تمام يا حلوين. إنما اتنين مثنى، واحد مفرد، ومثنى اتنين أو اثنتين. طب طبيعي الاتنين المذكر واثنتين مؤنثة. تمام. الجمع بقى يا حلوين هو أكثر من اثنين أو اثنتين، مثل رجال وبرتقالات. تمام. ثلاثة أو أكتر هو ده بنقول عليه الجمع. يبقى احنا عرفنا كده نفرق ما بين المفرد والمثنى والجمع. تمام. يعني لو جالك في فقرة وقالك استخرج مفرد، كلمة مفردة أو كلمة تدل على مثنى أو كلمة تدل على جمع، هتفتكر القاعدة طبعا وهتفتكر الكلام ده، تقدر تستخرجها. تمام. نشاط رقم 2. أكمل الجدول الآتي كما في المثال. عندي مثال جايب لي كلمة وهجيبها بالمثنى أو الجمع، وممكن يكون جايبها جمع وأنا هجيبها مثنى ومفرد. تمام. عندي جايب لي كلمة شجرة. شجرة دي كلمة مفردة، الجمع بقى شجرتان. طبعا الشجرة دي مؤنثة، واحنا قلنا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، يبقى شجرتان. طب الجمع بتاعها أشجار. تمام. عندي كلمة معلمان. معلمان ده اتنين يا حلوين، معلمان اثنين، يبقى ده مثنى. اجيب المفرد واجيب الجمع من نفس الكلمة. المعلمان مفردها معلم واحد، طب جمعها معلمون. هنا عندي جبل، كلمة مفردة، المثنى اقول ايه بقى؟ جبلان، اتنين جبلان. طب الجمع جبال. كلمة أصدقاء ده عندي جمع، أصدقاء جمع، المفرد بتاعها إيه؟ صديق واحد، صديق. طب المثنى صديقان. تمام. احنا كده نقدر نميز ما بين المفرد والمثنى والجمع. نشاط رقم 3. صل المفرد بالمثنى والجمع كما بالمثال. يعني الكلمة هنثنيها وهنجمعها، هنوصلها. نخلة، نخلتان، ده مثنى. نخل ده جمع. تمام كده يا حلوين. الكلمة اللي بعد كده مدرسة. المدرسة مفرد، يبقى المثنى بتاعها اتنين بقى، مدرستان. الجمع مدارس. طبيبة ده مفردة، ايه المثنى منها؟ طبيبتان. طب الجمع طبيبات. مهندس ده مفرد، المثنى مهندسان، الجمع مهندسون. نشاط رقم 4. صنف الكلمات الآتية داخل الجدول. زهرتان وحقيبة وأقلام وآباء وكتابان ولعبة وقطتان وورقة وملابس. المفرد هنا ايه؟ زهرتان ده هتكون في الايه يا حلوين؟ زهرتان اتنين اهمت يا ولاد، زهرتان هيبقى مثنى. طب الحقيبة هتكون حقيبة واحدة مفرد. أقلام عندي جمع. آباء جمع. كتابان، الشطورة اللي بتقول معايا والشطر اللي بيقول معايا كتابان ده اتنين يعني مثنى. لعبة مفردة، لعبة. قطتان مثنى. ورقة مفرد. ملابس جمع. تمام. يبقى احنا عرفنا كده الفرق بين المفرد والمثنى
والجمع. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، والجمع ما أكثر من اثنين أو اثنتين أو ثلاثة فأكثر. تمام. الصفحة اللي بعد كده صفحة 180 هناخدها في نفس الفيديو. قيم نفسك على درس تعاون الحي. أخدنا الدرس طبعا، والدرس موجود على القناة. تمام. نشاط واحد، القراءة المحررة من المحتوى. اقرأ الفقرة ثم استخرج منها ما يلي. في أحد الأحياء المتواضعة كان السكان يعانون من مشكلة تراكم القمامة وعدم قدرتهم على التخلص منها بشكل آمن وصحي. فرفع أهل الحي شكواهم للمسؤولين بشأن تلك المشكلة، فجاء أحد المسؤولين لتقييم حجم المشكلة والنظر في إمكانية حلها. وبعد فترات جاء نفس المسؤول وأخبرهم بأن الدولة قررت توفير صناديق القمامة في كل شوارع الحي. فشعر أهل الحي بالامتنان للدولة، وعرضوا على المسؤولين أن يتكلفوا بمساعدتهم في تنظيف الحي وتشجيره. استخرج بقى جملة فعلية. قلنا الجملة الفعلية اللي بتبدأ بفعل. جاء أحد المسؤولين ده هنا قررت توفير صناديق القمامة. هنا دي كلها جمل فعلية. ورفع أهل الحي شكواهم للمسؤولين، دي جمل فعلية. فعل مضارع يعانون. جمعا الأحياء عند جمع حرف وبين نوعه الفاء عندي حرف عطف. تمام. تخير الصواب مما بين القوسين. معنى الامتنان، اللي حفظ معاني درس تعاون الحي هيكون عارف معنى الامتنان، الشكر. مفرد الأحياء الحي. ضع علامة صح أو علامة خطأ. كان سكان الحي يعانون من مشكلة تراكم القمامة، إجابة صحيحة. قام أحد سكان الحي بالتكفل بتوفير الصناديق من ماله الخاص، إجابة خاطئة. لم يستجب المسؤولون لشكوى سكان الحي، إجابة خاطئة. لماذا شعر أهل الحي بالامتنان للدولة؟ لأن الدولة قررت توفير صناديق قمامة في كل شوارع الحي. تمام. وهنا ده كل ده من الفقرة اللي قرأناها. تمام كده. نشاط رقم 2، الأساليب والتراكيب. تخير الصواب مما بين القوسين. الشجرتان، اللي لسه شارحين الدرس بقى. الشجرتان مثمرتان. كلمة الشجرتان تدل على ايه يا حلوين؟ مثنى. 2 مدل على اثنين أو اثنتين. ينظم رجل المرور حركة السيارات. كلمة السيارات مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. تعلو الأمواج مع شدة الرياح. نوع الجملة تعلو ده اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى تعلو جملة فعلية. تعلو فعل مضارع. كيف يمكنك مساعدة زملائك؟ هنا علامة ترقيم ايه بقى؟ أداة استفهام. عشان ده اسلوب استفهام، لان السؤال ده سؤال بادئ بايه؟ بأداة استفهام، يبقى هينتهي بعلامة استفهام. وده درس اليوم يا سنة تالتة. اتمنى تهتموا اكتر حاجة في اللغة العربية بالاساليب والتراكيب. مهم جدا نكون فاهمينها ونحفظ القاعدة بتاعتها ونحل عليها أنشطة كمان، ده مهم جدا. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.